فاكرين أغنية شخبط شخابيط ومسك الألوان ورسم على الحيط؟ اهدي صاحبتنا مارتينا اللي هي صاحبة قصتنا النهاردة. مارتينا أنا فعلا مش متأكدة هي سمعت أغنية الفنانة نانسي عجرم ولا لأ، بس اللي متأكدة منه إنها نفذت قصة الأغنية بالحرف. ما شاء الله فنانة. الديكوريشن اتحول، اتشقلب، اتبهدل، ولما اتزعق لها ما خفتش ولا جالها تروما ولا عيطت. وقفت قدام الأم وقالت لها ماما أنا بحب ألون الحيطان، أنا بحب ألون الحيطان ودي مش فوضى ده فن. راحت عاملة كده. يعني لو ابن حضرتك بيلعب كرة في الشقة وكسر النيش كله وجابه على الأرض، وكسر النيش كله وجابه على الأرض، عادي وفيها ايه يعني؟ ده انت تتبسط. رجل ابن حضرتك لو تعبت عليها شوية هيبقى أدريانو، أكيد عارف حضرتك أدريانو. خلي مامته ما تكسرلوش رجله. مش عارفة أنا ليه كل الزبائن رجالة، يعني طبيعي يبقى كل المشاكل من الأمهات. المفيد يعني إن المواهب كتير وهتظهر بكذا طريقة وطرق مختلفة نهائيا عن بعضها، بس خليك متيقن ان لو الموهبة ظهرت كبتها بقصد حضرتك او بدون قصد، للأسف انت ضيعت الجوهرة. مينفعش الموهبة الواضحة تظهر وتقابلها بكبت او بعقاب. يعني ايه الولد يكسر النيش بكرة بلاستيك وتعاقبه؟ انت فاهم انت بتعمل ايه؟ خليني اقول لحضرتك ان الذكاء اشكاله متعددة وكل طفل موهوب كده كده بس بطريقة مختلفة. يعني مثلا ابن حضرتك بيتحرك كتير، بيفرك كتير، فده مش لانه فراك، ده لانه ابن حضرتك اذكى من اللي حواليه، محتاج يخرج ده بطريقه تنمي موهبته. اهو شفت؟ بسم الله ما شاء الله عليك يا حبيبه قلبي. خليها بقى ما تطلعش بره بعد اذنك. في مشكلة أو حاجة؟ لا 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 ولا اي حاجه، انا بس كنت بقول على موهبتها وازاي ينموها. هيعملوا لها إيه بقى؟ يقدموا لها مثلا في الموالين زي حبيبه بنت خالتي كده. ثانيه بس، هو حضرتك جاي تفضفض ولا جاي استشاره؟ استشارة. امال مالك بقى؟ إيه؟ ايه؟ نرجع لموضوعنا. لما ابن حضرتك بيكبر ولو هو سعيد الحظ يبقى واحد بس من صحابه اللي حواليه هو اللي موهوب وعنده موهبة واضحة، فجس وات بقى حضرتك هيسيب كل صحابه اللي حواليه وهيقارن نفسه بصاحبه الموهوب، وهيشوف ان اشمعنى هو ما عندوش موهبة، وهيقول ان انا اكيد ما اتولدت السادة استاذة الفيسبوك اللي احنا بنشوفها دي حاجة تكسف يعني. اما بقى هو لو مش سعيد الحظ فكل صحابه اللي حواليه هيبقى عندهم موهبة. فبص بقى، مش عارفه اقول ايه لحضرتك، بس حضرتك فاكر النيش اللي هو كسره وهو صغير بكوره بلاستيك؟ ان شاء الله حضرتك ومامته ما تكونوش صلحتوه ساعتها، تكونوش مليتوه بحاجات غاليه تاني، اصل الولد ما شاء الله كبر، والمره دي مش كوره بلاستيك ولا رجلين الولد الصغير. اللحظه دي هتكون جميله جدا بالنسبه له لان هيكتشف فيها موهبته، بس حزينه في نفس اللحظه لان سنه عدى خلاص ان يبقوا في الناشئين، واكيد برضه هتبقى حزينه على حضرتك ومامته دي. انت عارف ليه بقى؟ بس لو هتسمع مني نصيحة، حضرتك شجع موهبة ابنك يا أستاذ، شجعه. تعالي بقى يا بنت لا وقفت قدام الأم. تعالي يا بنت. ايه يعني يا ماما؟ يعني ايه؟ أنا قاعدة بتكلم مع عمه. يوه